مفيش صوت بيعلو فوق مباراة حرس الحدود الجاية والهامة جدا قصاد النادي الإسماعيلي. خلونا بس في البداية نصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وزي ما أنتم متعودين معانا نتمنى إن أنتوا تدوسوا لايك للفيديو، ولو أول مرة تتفرج علينا نتمنى إن أنت تشترك في القناة. أكيد كلنا عارفين إن قصاد النادي الإسماعيلي المباراة المقبلة مباراة هامة جدا، مباراة أعتقد إن هي مش هتقل أهمية عن مباراة بيراميدز اللي فاتت. الثلاثة بونت بتوع مباراة حرس الحدود دول ينقلوك ويريحوك بشكل كبير جدا جدا، فأتمنى إن لعيبة النادي الإسماعيلي تستغل وجود الجمهور وضغط الجمهور على الفريق المنافس ويعملوا اللي عليهم ويكملوا اللي بدأوه من مباراة بيراميدز اللي فاتت. نروح لكام موضوع معانا بخصوص اللاعبين داخل النادي الإسماعيلي. أول موضوع معانا وهو اللاعب عبد الكريم مصطفى لاعب النادي الإسماعيلي. طبعا عارفين إن عبد الكريم مصطفى من ساعة ما جه من الموسم اللي فات وتحديدا في يناير عمل مباريات مع الراحل إيهاب جلال، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له، مباريات جميلة جدا. بيلعب الكرة السهلة، لعيب تحس ان هو لاعب دوري ممتاز مش جاي من الدرجة التانية، لعيب بيرفع وبيدافع وبيهاجم. الصراحة صفقة مربحة جدا جدا لنادي الاسماعيلي. طبعا بعد المردود والاداء الكويس اللي بيأديه عرفنا ان مجلس الادارة ناوي ان هو يفتح كلام معاه عشان يتم تعديل عقده مع النادي الاسماعيلي، وكمان زيادة مدة العقد بتاعه عشان النادي الإسماعيلي يقدر يستفيد منه بأكبر استفادة مادية ممكنة، وده في حالة إن اللاعب يتألق ويعني يكون له دور كبير جدا مع النادي الإسماعيلي. وأكيد في الفترة اللي جاية هيجيله عروض جدا عن الرحيل. خطوة كويسة إن مجلس الإدارة يأمن اللاعب أكتر من كده، وطبعا اللاعب لسه ما عملش حاجة مع النادي الإسماعيلي، أو نقدر نقول لسه العقد بتاعه احنا بنتكلم في أول موسم، ولكن النادي الإسماعيلي عايز يمنع كلام نهائيا وكمان يعدل العقد بتاعه، خصوصا بعد المردود الجيد والأداء العالي اللي بيأديه اللاعب مع نادي الإسماعيلي. والحقيقة أنا شايفها لفتة كويسة، ولكن فكرة إن أنت تعدل العقد بتاعه هو يستاهل، وكمان ده يدي دفعة معنوية وتحفيز للاعب إن هو يتألق بشكل كبير جدا جدا مع نادي الإسماعيلي. بنتمنى لعبد الكريم مصطفى كل التوفيق، وأمنياتنا ان هو يكون لاعب كويس ولاعب اضافه داخل النادي الاسماعيلي، ولسه بنقول له ان احنا مستنيين الكتير منك عشان تساعد النادي الاسماعيلي في الظروف الصعبه دي. نروح للاعب خط وسط النادي الاسماعيلي محمد بيومي، وزي ما احنا عارفين ان محمد بيومي عمل مباراه وجيم عالي قوي قصاد بيراميدز المباراه اللي فاتت، والحقيقه شفنا ان محمد بيومي كان إضافة قوية جدا جدا للاعبي النادي الإسماعيلي، بيستحوذ على الكرة، بيقطع الكرة بشكل متكرر من لاعبي الخصم. والحقيقة حسناش ان نادي الاسماعيلي ناقص في حته وسط الملعب، لان طبيعي في المباريات اللي فاتت كنا بنشوف، وانا اتكلمت على النقطه دي اكتر من مره، ان انت لما تيجي تبص على الدايره او منطقه وسط النادي الاسماعيلي للاسف ما بيبقاش حد مالي مركزه فيها، والنادي الاسماعيلي بيفقد الكره بشكل كبير جدا جدا. محمد بيومي الحقيقه اداؤه من مباراه بيراميدز اللي فاتت عمل مباراه كويسه جدا، نتمنى ان هو يستمر على نفس الاداء. بخصوص محمد بيومي، الاتحاد السكندري كان عارض ان هو يشتري محمد بيومي، ولكن طبعا مجلس الاداره رافض تماما، وده طبيعي خصوصا ان انت عندك وقف قيد وما عندكش اصلا لعيبه وبتلصم باللعيبه اللي معاك، فمستحيل ان مجلس اداره النادي الاسماعيلي يوافق على رحيل اي لاعب خلال انتقالات يناير. محمد بيومي الناس هتتكلم معاه، وممكن يكون بالفعل اتكلموا معاه عشان مسألة تجديد عقده. زي ما احنا عارفين ان من يناير محمد بيومي يقدر ان هو يمضي مع اي فريق دون الرجوع لنادي الاسماعيلي ويرحل مجانا بنهاية الموسم. مجلس الادارة نفسه ان محمد بيومي يكمل معاه، خصوصا ان هو واحد من ابناء النادي الاسماعيلي. كمان الكابتن حمد ابراهيم من بعد المباراة وبعد الاداء اللي عمله محمد بيومي تمسك بوجود محمد بيومي ان هو يكمل مع النادي الاسماعيلي، وقال ان انا ما عنديش اي نية نهائيا في التفريط للاعب. نتمنى ان اللاعب يكمل، خصوصا في الظروف الصعبة اللي نادي الاسماعيلي فيها. وزي ما احنا عارفين ايه اللي هيحصل بعد كده بنهاية الموسم، هل هيتم التعاقد مع لعيبة ممكن نتعرض لوقف القيد، ولكن خلينا ما نسبقش الاحداث ونتكلم ونقول
ان الاتحاد السكندري بعت عرض البيومي، ولكن الرد يعني جه مخلص بعضه. مجلس الاداره رفض رحيل اللاعب بشكل نهائي عن نادي الاسماعيلي في انتقالات يناير، وده الطبيعي، واي حد مكان مجلس الاداره اكيد هيرفض طبعا رحيل اي لاعب من نادي الاسماعيلي في الظروف الصعبه دي. نروح للموضوع الاخير، وهو مشكله النادي الاسماعيلي مع اللاعب الجزائري محمد بن خماسه. زي ما احنا عارفين ان محمد بن خماسه ليه عند نادي الاسماعيلي مبلغ يقدر ب 373 الف دولار، وده بعد ما كان النادي الاسماعيلي مطالب ان هو يدفع 1.900 للاعب. زي ما قلنا في فيديو قبل كده، النادي الاسماعيلي عمل استئناف على العقوبه الكبيره اللي كانت مفروضه على النادي الاسماعيلي، والاستئناف تم قبوله من المحكمة الرياضية، والمبلغ نزل لحد كبير جدا جدا. واتكلمنا في الفيديو السابق وقلنا ان النادي الاسماعيلي بيتواصل مع اللاعب ووكيله عشان يتم تقسيط الغرامة، لان النادي الاسماعيلي طبعا ما عندوش السيولة المالية ان هو يدفع المبلغ على بعضه. وزي ما انا قلت لك برضو في الفيديو ان اللاعب رفض فكرة تقسيط المبلغ وعايز ان هو ياخد المبلغ بالكامل، وقلت لك ان مجلس الادارة هيحاول مرة كمان مع اللاعب. خليني اقول لك ان اللاعب رافض تماما فكرة تقسيط المبلغ، وده في الوقت اللي انا بعمل معاك فيه الفيديو. ممكن بعد كده الامور تتغير، ممكن يتم اقناع اللاعب، ولكن اللاعب متضايق جدا بقى وزعلان هو ووكيله، خصوصا ان ضاع عليهم مبلغ كبير جدا. بتتكلم ان 1.900 الف دولار كانوا هينغنغوا اللاعب ووكيله، بس طبعا بعد ما تم تخفيض المبلغ ل 373 الف، الناس طبعا اتضايقت بقى جدا وقالوا ان احنا عايزين المبلغ كامل، وبيحاولوا ان هم يرخموا على نادي الاسماعيلي. طبعا النادي الاسماعيلي قصاده مهله، لازم يتم دفع المبلغ بالكامل، واعتقد وجهة نظري ان لازم مجلس الاداره هيتصرف في المبلغ عشان ما يتمش التعرض لايقاف قيد جديد. فما فيش خيارات قصاد مجلس اداره النادي الاسماعيلي الا دفع المبلغ بالكامل للاعب. الناس اكيد هتتصرف، الناس هتحاول عشان الامور ما تسيش. وزي ما احنا عارفين ان الجمهور الاسماعيلي عاصر على نفسه ليمونه في مساله ان هو بدا الموسم بايقاف القيد، فاعتقد ان جمهور النادي الاسماعيلي مش هيكون عنده قابليه ولا عنده استعداد ان هو يبتدي موسم جديد برضه بايقاف قيد. يعني عمليه كده هتكون مبوخت خالص. فمجلس الاداره اعتقد ان هو هيتصرف عشان العمليه زي ما قلت ما تكونش اسوأ في الفتره اللي جايه. اللاعب متضايق وزعلان وقرفان عشان خاطر ما اخدش المبلغ الكبير جدا جدا تم قبول الاستئناف. فاحنا ان شاء الله نتصرف وندفع له المبلغ عشان ننهي الموضوع وننهي القضيه دي تماما، وربنا يعيننا على اللي جاي. نفس السياق اكيد ما ننساش مجلس يحيى الكومي، وتحديدا يحيى الكومي اللي كان سبب من اسباب او سبب رئيسي في تدمير النادي الاسماعيلي والحال اللي وصل بيه. ربنا ينتقم منه. النادي الاسماعيلي دفع ملايين الدولارات بارقام خزعبليه، واحنا كنا في غنى عن الكلام ده. وللاسف اللعيبه اللي اخذت الفلوس دي النادي الاسماعيلي لا استفاد منها في الملعب ولا استفاد منها كمان حتى في عمليه البيع. بنتمنى التوفيق للنادي الاسماعيلي. يهمنا ان احنا نسمع رايكم في التعليقات تحت، وزي ما انتم متعودين معانا ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو. ولو انت بقى مكمل معانا لنهايه الفيديو اكتب لنا في التعليقات تحت عاش الدراويش.